البني آدمين نسخة واحدة مهما اختلف الزمن. فيهم نفس الطمع ونفس الخوف، فيهم نفس الظلم ونفس السلبية في مواجهة الظلم. الأزمنة بتتغير وبتتطور لكن البشر لأ. ممكن الأسلوب بس هو اللي بيتغير شوية، إنما النتيجة واحدة. حواديت بتتكرر بنفس الأبطال، ساعات بيطلع صوت مخالف بيحاول يغير المصاير ويحسس الناس إن ليهم قيمة، لكن الناس هي اللي بتحوله من حد زيهم ومنهم وشبههم لفتوة جديد بنفس الظلم والجحود. حدوتتنا النهاردة عن فيلم صلاح أبو سيف ووحش الشاشة فريد شوقي، الفتوة. وقبل ما نبدأ، ما تنسوش تدعوا لإخواتنا بالنصر والثبات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وإنكم تدعمونا باللايك. بتبدأ الحدوتة من القرية. أصل الأرض هريدي عمران اللي جاي من بلده أبيض، أبيض من غير فلوس وأبيض من غير أي أحقاد. لسه ما تلوثش بوسخ المدينة، ما حلتوش غير عافيته اللي ما منعتوش إنه يشتغل حمار مكان زعتر. حمار زي ما الكتاب بيقول، حمار. أول ما بيخش السوق بيتختم بختم السوق على قفاه، وبمنطق المسامح كريم بيحاول يسكت وبيسمع كلام العربجي اللي زيه زينا خواف، خلينا في شغلنا. فبتطلع له حسنى كأنها الصوت اللي بيتكلم جواه بس بصوت عالي. حسنى اللي كأنها كانت بتدور عليه، خلته يقدر يعلي الصوت اللي جواه ويحول الألم اللي خده لألمين. بعدها هريدي بيكمل حياته كحمار. حمار ملوش دور غير انه بيجر العربية وبياكل وبينام. حمار ماشي بعافيته. الشيء اللي بيوضح الفرق بين البني آدم وبين الحمار هو هريدي في الوقت ده. الحمار اللي ما عندوش مشكلة من نظرة الناس ليه في سبيل انه ياكل تبن وبرسيم. الحمار اللي بيحوش فلوسه في صندوق البوسطة عشان نسي يشغل دماغه وافتكر انه حمار بجد. الحمار اللي بجد زعتر بيخف وبيرجع لشغله، فهريدي بيتضايق. كان نفسه يكمل في كار الحمير لكنه بياخد فرصة انه يكون بني ادم، والبني ادم ما بيتعلمش ببلاش. فبيقع تحت ايد عبد الشكور بشكاتب ابو زيد وحش السوق، وبيعمل معاه صفقة الشيطان. الصفقة اللي بتعلم هريدي حاجات كتير قوي بعد كده، صفقة بيع البطيخ اللي بسببها بياخد اول ألم حقيقي في حياته وما يكونش قادر يرد الألم. بياخد هريدي القلم وبيحاول يرده وبيعقد اتفاق في السر ما بينه وبين التجار، اللي اختيار طباعهم وطرقهم بصراحة في الفيلم عاجبني قوي، وده هتكلم عليه بعدين. اتفاق بيقدر بيه انه يجيب طماطم من الفلاحين اللي هو منهم برخص التراب، ويحاول يضارب بيها ابو زيد، ويستعين بضابط الشرطة الشريف في انه يقف في وش ابو زيد. لكن ابو زيد بيقدر ينفي الضابط الشريف ده ويبعده من سكته عشان يخلاله الجو في السوق ومع اي حد بيحاول يقف قصاده. وبعدين بيقدر يخسر هريدي والتجار الشركاء معاه فلوسهم ويضيع لهم البضاعة واللواري اللي مشحون فيها البضاعة. فهنا بتبدأ دماغ الداهية حسنى تتحرك وتتفق هي وهريدي انه يحارب ابو زيد، انه يبقى معاه وحافظ سره ومن رجالته عشان يعرف بالظبط هيضربه منين. واخدين بالكم من تطور الاحداث؟ واحد متضايق من ان حد بيبيع الطماطم ب4 ساغ اللي هو وقتها سعر مبالغ فيه، فعشان يحاربه بيتحول واحدة واحدة من شخص كل هدفه خدمة الناس والتسهيل عليهم والمكسب الحلال، لواحد بقى هدفه خدمة نفسه وعمل تجارة لنفسه. فبيبدأ يحارب بشخصية الغزول اللي هو اخترعها، اللي بقى ينط لأبو زيد في كل ما زاد ويضايق عليه، بينط له في تجارته وبيحاربه. وبقية الشخصيات كلها من ورا الستارة مستخبية، وهريدي زي ما هو تحت طوع أبو زيد وواحد من رجالته، وفي نفس الوقت بيضربه في ظهره، بيضربه بنفس السلاح اللي اتعود أبو زيد إنه يضرب بيه غيره. زي ما ضيع تجار كتير وقدر يسيطر على السوق كله ومبقاش فيه تاجر خارج عن طوعه في سعر او في بضاعة بتخش. وده مش معناه ان هو راجل جامد، هو جبن وخوف منهم مش اكتر. بيحس عبد الشكور البشكاتب اللي بيأدي دوره توفيق الدين ان هريدي بيلعب عليهم، وان هريدي يعرف الغزولي ده كويس وان هو ورا اللي بيتم ده كله. فبيفضل مراقب هريدي لحد ما بيقفشه وبيجيب ابو زيد، لكن هريدي بيعرف يهرب منها. وبيحاولوا تاني ينصبوا فخ مزاد لهريدي والغزولي، مزاد مزيف عشان يقدروا يمسكوا هريدي ويشوفوا عبد الشكور صادق ولا كذاب. بس برضه هريدي بستر ربنا بيفلت منها، لحد ما هريدي زي ما هو متوقع طبعا بيتقفش
وبيعرف ابو زيد اصل الحدوته، فبيقرر المعلم ابو زيد انه يخلص على هريدي ليله فرحه على حسنى، عقابا ليه على تطاوله ومحاوله وقوفه في وش الوحش ابو زيد. فبيروح ينقطه بفرحه ويبارك له. العريس وكمان مرة العريس 1000 مرة العريس وحبايب العريس الأصحاب المخلصين والأندلة والخاينين شوبة الشعري. وبعدها بيقفل عليه باب التلاجة بتاعت الخضار عشان يموت. وهنا القدر كالعادة بيقف في صف هريدي، وربنا ينجيه برضه من الموت ليلة فرحه، ويبدأ يواجه أبو زيد ويقف في وشه الند للند، ويقدر يبعد أبو زيد من طريقه ببلاغ للضرايب، ويبدأ يخلى الهريدي الجو لوحده، يبقى بطوله في السوق، والناس التفت حواليه بعد اللي حصل، وقدر يحول تجارته هو وشركاه لتجارة كبيرة، لكنه بدأ ياخد طريق أبو زيد زي ما كان مرسوم بالظبط. نسي أصله والشكل اللي كان داخل بيه السوق، ونسي إن هدفه في الأول إنه يكسب قرش بالحلال وإنه يقف في وش الجبروت أبو زيد، وتحول هو كمان لأبو زيد بل وأسوأ. بدأ يظبط علاقاته بالهانم اللي كانت بتعمل دورها ميم شكيب، ويدفع سمسرة ويشتري البهوية ويبقى هريدي بيه، ويتحول من شخص بيتعب ويشقى عشان يقدر يكسب أكل عيشه لواحد بيكسب أكل عيشه بالفهلوة وأكل حقوق الفقراء، لحد ما حسنى اللي هي كانت السبب الرئيسي في اللي هو وصل ليه بتقلب عليه، والتجار اللي هم شركاه بيقلبوا عليه برضه بسبب التحول الغريب اللي تحول له هريدي. فهو في حالة الكبر اللي وصل لها بيقرر يبيع كل الناس اللي وقفت معاه ويهدم كل اللي عملوه معاه، بما فيهم حسنى اللي كانت أول واحدة وقفت معاه من أول لحظة دخل فيها السوق حمار. أظن إن برضه هريدي في اللحظة دي وبالتفكير ده رجع حمار تاني مندفع، قراراته غير محسوبة بيحكمها الكبر والوهم، وإنه بقى هريدي بيه. ساعتها بيخرج لأبو زيد من السجن بعد ما عبد الشكور شال القضية لوحده، بيخرج لهريدي في أكتر وقت وأكتر مزاد هريدي محتاج له، مزاد الجبل الأصفر. بيبدأ يزايد هو وأبو زيد لحد ما أبو زيد بيقدر يلبس العمة الهريدي ويجبره بسبب كبره برضه إنه يشتري بسعر عالي، فبيبقى مجبر إنه يبيع بسعر عالي. وهنا أبو زيد بيضرب ضربته التانية وبيبيع البضاعة بالخسارة. اتحول الموضوع من تجارة لصراع مصالح، وهم السيطرة مش لقمة عيش الفقير. مين هيكسب المعركة دي ويقدر يسيطر على السوق؟ مش مهم الفترة نقلل السعر ونموته ونخسر، المهم نكسب السوق كله ونزيح المنافس بتاعنا من طريقنا، وبعد ما نسيطر نبقى نفرض قوانيننا براحتنا. هو صراع ما بين اتنين بس، وبقية الناس والتجار والمستهلكين على الهامش ملهمش دور غير انهم كانوا السبب في صنع ابو زيد وهريدي، وبعد كده واقفين كلهم بيتفرجوا بمبدأ ملناش دعوة وعاوزين ناكل عيش. وبينتهي الصراع ما بين الاتنين بموت الاتنين المحتم، بعد ما قامت الخناقة ما بين رجالتهم والسوق كله، والرجالة اللي بيقولوا ملناش دعوة كانوا هم جزء من الخناقة غصب عنهم، ولأن الصراع طال المكان كله والسوق كله فالأذى طال السوق كله. وبينتهي الصراع بين الاتنين جوه التلاجة ميتين عشان يتقفل باب الحدوتة بتاعتهم ويقع اسمهم من على الحيطان وتنتهي معاه حكايتهم. بس الفيلم بيعلنها صريحة إن الحدوتة دي بالذات ملهاش نهاية، وإنه سلسال بشري لن ينتهي، والناس بأنواعهم موجودين، هيتوجد أبو زيد وهيتوجد هريدي، وهيفضلوا موجودين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وده في ظهور محمود المليجي وهدى سلطان في نفس اللقطة اللي دخل فيها هريدي السوق مع حسنى، ونفس الكلام بالظبط ونفس البداية. هيستلم فتوة جديد الراية وهتتكرر الحدوتة مع اختلاف التفاصيل. سينما صلاح أبو سيف سينما واضحة لا تؤمن بالرمزيات، يعني لما بيعرض الشخصيات كلها بيعرضها زي ما هو شايفها وزي ما الناس بتشوفها، واقعية بحتة. يعني لما بيتعامل مع أهل السوق إن هم خايفين من أبو زيد، لما بيعرض التجار اللي معاهم فلوس اللي بيضحوا بتجارتهم عشان خايفين من أبو زيد بيعرضهم بشكل تواكلي، إنك عارف إنك هتخسر تجارتك بس ما عندكش استعداد تواجه. شخص فيهم متحكم وقادر شوية يكون له رأي، شخص متدين متواكل لدرجة إنه وقت خناقة النهاية الدنيا بتنتهي من حواليه كان هو بيصلي وسايب العالم يخبط في بعضه، وشخص ما بين البنين من الناحية دي شوية ومن الناحية دي شوية. فكل الخطوط واضحة مش محتاجة إنك تحملها أكتر من كده. التمثيل واختيار الممثلين بالذات في الفيلم ده عبقري جدا، فريد شوقي وجمال تحية كاريوكا، والتقيل قوي قوي زكي رستم
هو وتوفيق الدقن اللي بجد نقلوا الفيلم لحتة تانية تمثيليا، اللي مع انهم اشرار الحدوتة بس انا بجد بستنى مشاهدهم. زكي رستم بيمثل زي ما الكتاب ما بيقول من قبل ما الكتاب يتكتب اصلا، وتوفيق الدقن بيفرض نفسه عليك وعلى الشخصية بصورة مبهرة بصراحة. السينما عايشة باستمرار، والفيلم بنتفرج عليه بعد عصره لاننا كبشر ما بنتغيرش مهما كان في اختلاف علمي او تكنولوجي او في شكل الحياة عموما، بس احنا ما بنتغيرش، هنفضل في نفس الدايرة ابد الدهر، ومفيش شيء هيتغير غير بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ده كان كلامنا عن فيلم الفتوة لصلاح أبو سيف. وقبل ما أقفل الفيديو في رسالة بسيطة حابب أقولها. السينما والكورة مع إنهم حاجات بنحبهم وبنتفرج عليهم وبنتخانق عشانهم وبنحس إنها حاجات بتمتعنا، فهي في الأول وفي الآخر حاجات بتمتعنا، ما نديهاش حجم يساوي حياة بني آدم عربي مسلم. هو شيء ترفيهي في الأول وفي الآخر، شيء بنعبر بيه عن مودنا، بنتعلم حاجة جديدة، إنما مفيش شيء يساوي كل اللي بيحصل لإخواتنا من تهجير وقصف، ومفيش شيء بنحاول نعمله برضه ممكن يحاول يوازي ده. احنا زينا زي أهل السوق في الفيلم بالظبط، بنقول عاوزين ناكل عيش، وأول ما الخناقة هتدور هنلاقي نفسنا جوه الخناقة وطرف فيها. مفيش مساومة، وأي حاجة إنك شايف إنك تقدر تعملها حاول تعملها. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وما تنساش تدعمنا باللايك. سلام عليكم.